السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس لما أنت تسوي فيهم طيب كأنك ما سويت شيء. في ناس لو تعطيه عيونك يقول لك عينك اللي أعطيتني إياها بها ضباب شوي. هذه قصة غبن. الشخص سوى طيب لكن ما حصل طيب، حصل شر. خير تعمل شر تلقاه. يقول جاني سنة من السنين أحد الأشخاص يبي أجر بيت. يقول أنا عندي الدور اللي فوق، يقول ما أجره. فجاني هذا الشخص يطرق الباب وشفت معاه أطفاله، وقال يا طيب عندك بيت الإيجار؟ ويناظره يشوف يعني شكله مسكين وما يملك يعني شيء. على فكرة القصة هذه حقيقية وحصلت قبل 20 سنة، بس ماني قايل بأي منطقة. فيوم شاف حالته وعياله، معاه زوجته وعياله ومساكين، قال تدري شلون؟ الله أعطاك البيت اللي فوق، اسكن به وما بي منك إيجار ولا شيء، حتى كهرب لا تدفع، مي لا تدفع، كل شيء مجاني، ما نبي منك إلا الدعاء بس. فعلا سكن الشخص هذا البيت وقعد فيه 15 سنة. تخيل واحد يسكنك ببيت 15 سنة بلاش، ما تدفع شيء، اللهم تجيب أكلك. وحتى راعي البيت نفسه هو كان يجيب لهم الأكل. يقول طبعا كبروا عيالي وضاق علي البيت، فأقنعتني زوجتي إني أطلع هذا، خصوصا إن الزوجة تبيهم يطلعون من زمان، لأن عياله أول شيء قليلين أدب، وزوجته قليلة أدب، هو قليل أدب. فقال أقنعت زوجة أنه يطلع هذا. يقول خلاص يعني ما سوينا اللي علينا، سكنك 15 سنة، يعني بال 15 سنة هذه أنت ما قدرت أنك تدبر بيت. ففعلا راح طق الباب وكلمه، السلام عليكم. السلام، كيف حالك، أخبارك؟ يقول طبعا جلسنا شربنا شاي وكذا، ففتحت معاه الموضوع أنه يطلع من البيت. فقلت والله يا أخوي أنا ما قصرت معك، 15 سنة ساكن وما دفعت شيء، فيعني نبيك، أنا والله ما ودي إنك تطلع، لكن انحديت صراحة، أبي زوج الولد، خبر وبي البيت اللي فوق أبي ضبطه رممه عشان الولد يتزوج فيه. يعني تدرون ايش رد الواطي هذا؟ قال بالله هذا وقته يا أخي، جايني بعد المغرب تقول يطلع من البيت، وش يسوي الحين؟ تعرفون اسلوب القذر هذا، اسلوب الشوارع هذا. يعني انت شلون تسولف مع شخص سكنك وتصدق عليك طيلة 15 سنة؟ انت المفروض توقف له تعظيم سلام. فهذا انصدم، قال شلون هذا تتكلم معي بالاسلوب الوقح؟ طيب عطني مهلة، طيب يا أخي عطنا مهلة. طيب على فكرة الرجال هذا مو مدمن ولا شيء، الرجال هذا حقير وساسة حقير أساسا. معليش على أسلوبي، لأن أنا ما أحب الأشخاص الحقيرين، هذه عقدتي بالحياة. أي شخص حقير وواطي وما ينفع بالطيب أكرهه، ودي أقطع بسنوني. فأعطاه مهلة شهر، جاء بعد شهر قال ها صار معك؟ قال لا ما صار شيء، دور بيت، حتعطني بعد مهلة شهر. ويروح، طبعا هو ساكن فوقه، يروح تفاجأ انه يمر من عنده، مثلا يكون واقف عند الباب هذا، يمر من عنده هذا، يمر ولا يسلم ولا يعبر ولا شيء، وناظره بتكشير. شوف الوقاحة، شوف. المهم خلص الشهر، قال صار معك؟
قال تدري شلون؟ هذا مفتاح بيتك، الله لا يردك، إذا ذليت أنا ذل، أنت قدرك عندي نعل. أقسم بالله العظيم إن القصة حقيقية. طلع من البيت ذاك طش باللي ما يحافظه هو عياله، بس أبوهم عيال الشايب ذا يشوفون أبوهم متضايق ومقهور ومنغبن، وقالوا ما السالفة. تدرون إن راعي البيت مات من الغبن؟ تخيل عزيزي المستمع إنك تسوي طيب بشخص 15 سنة ويهينك الشخص اللي أنت صدقت عليه وعملته بالحسنى. إيش يكون موقفك؟ أكيد راح تنغبن. بس خلص الكلام، يعطيكم العافية ومع السلامة.